فيجوال او بصريه بنشوفها دلوقتي حوالينا في اي مكان قامت على كذا اداه اساسيه، واهمهم هو المونتاج او الفيديو اديتنج. ليه بقول الاهم؟ لانه سهل تتعلمها، الاقل ارهاقا من مهارات تانية ومجالات تانية كتير. والسبب الاساسي بالنسبه لي اللي انا بشوفه ليه المونتاج مهم للدرجه دي، عشان الذكاء الصناعي لسه ما قضاش عليه، لسه ما دخلش فيه بكل قوته وقرر يفرتكه حتت صغيره خالص خالص زي ما عمل في مجالات تانية كتير، او زي وظايف اكتر خلاص ممكن تخلص الكام سنه الجايه. فاعتقد ان دي كلها اسباب كفايه جدا بالنسبه لك انك حتى تفكر تاخده كمجال شغل، او هتحتاج تتعلمه لنفسك لو فكرت في يوم ما انك تعمل محتوى. ودلوقتي اقدر اقول اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها بين قوسين في الاجازه. طيب انا اتعلمت مونتاج ازاي. ملحوظه، اللي داخل الفيديو ده مستني يعلمه ازاي يستخدم البرامج عشان يعمل مونتاج، فالحقيقه ده مش غرض الفيديو ده ولا السلسله دي عموما. انا جايه انقل لك طريقه التفكير اللي تسهل عليك المونتاج فتنجز اللي انا عملته في سنين في شهرين، وده هيحصل بشكل اجابات على شويه اسئله. دلوقتي هنروح لسؤال انا اتعلمت مونتاج ازاي. لو كنت عايز تتعلم مونتاج وفتحت اليوتيوب وقررت تسيرش باول حاجه بديهيه ممكن تيجي في دماغك، كيفيه تعلم المونتاج، هتلاقي ابننا ادوبي بريمير حرفيا مكتسح كل الفيديوهات اللي هتظهر. ولا اخفي عليك سرا يا صديقي، انا برضو في الاول اتعلمت على ادوبي بريمير من فيديو كان احمد ابو زيد منزله من شويتين 3 4 كتير كده، كان بيتكلم فيه ازاي تستخدم ادوبي بريمير في تقريبا ساعه الا ربع لو انا فاكر صح يعني. ولو انا برضو فاكر صح انا ما كملتش الفيديو ده للاخر، انا تقريبا اتفرجت على ربع ساعه وقررت انه اوكي حلوه قوي للحاجه اللي انا كنت بجد عايزه اعملها في الوقت ده، فتمام. يعني للاسف انا حد ملوش خلق قوي للتعليم، لو انا هتعلم حاجات مش هتفيدني دلوقتي ممكن يكون ليها استفاده قدام، بس ما اتعلمها قدام. ودايما بخلي الحاجه اللي تعلمني هي ان انا محتاجه اطلع حاجه معينه، برودكت ما، فيديو متمنتج، مونتاج كويس، شويه افكتس لطيفه، شويه ترانزيشن مش بطال، فتشقلب بقى واطلعه كاني بالظبط انا العميل وطالب مني شغل، ومش فارق معايا الشغل ده هتعمله ازاي ولا في مده قد ايه، المهم الشغل يخلص. واللي بالمناسبه بتكون الطريقه اللي لو نزلت تدريب في شركه او حاجه زي ITE بتكون الطريقه اللي بيعتمدوها عشان يوريك سوق العمل اللي انت داخل عليه. والطريقه دي ليها ميزه وعيب، على قد ما انت حرفيا بتتعلم كل حاجه لوحدك وبالتجربه، ويمكن تكتشف حاجات حرفيا مش سهله قوي خالص تلاقيها في اي فيديو او حتى في الكورسات، بس العيب الحقيقي انك بتهلك كميه وقت كتير. ودي كانت الطريقه اللي انا دخلت بيها عالم المونتاج. قعدت مع بريمير فتره طويله جدا، يمكن سنين، لحد السنه دي. وهنا هنروح لتاني سؤال، بستخدم برامج ايه؟ وبالمناسبه في اخر الفيديو هقول لكم على البرنامج اللي بستخدمه علشان اكتب الترجمه على الفيديوهات من تحت، فاستنى لاخر الفيديو. الطبيعي بتاع اي حد بيبدا يتعلم فيديو اديتنج لما بيسال الناس يستخدم برنامج ايه، 80% من الاجابات هتكون ادوبي بريمير، البوس بتاع المجال. والحقيقه كلنا بنعتبر ان ادوبي بريمير هو الاب الروحي بتاع مجال الفيديو اديتنج عموما، والصراحه هو الاريح في الاستخدام، بس هل هو فعلا الاحسن؟ وهنا هوضح لكم بنقطه تانية. جايز ناس كتير من اللي بتتابعني من اول ما فتحت القناه، او حتى الناس الجديده اللي جت وشافت الفيديوهات القديمه لحد اخر فيديوهات نزلت، هتلاحظوا ان عند نقطه معينه حصل طفره او تطور معين في شويه حاجات في الفيديوهات، وده علشان انا قررت اموف اون من بريمير، اشوف حاجه اسهل، ممشيش ورا القطيع. وهتستغربوا اللي جايه دي، بس انا بمنتج بكاب كات. ايوه يعني قبل ما تستغرب وتحط علامات استفهام كبيره، كاب كات اللي بينزل على الموبايل وفري ومفهوش تعب ولا ارهاق السنين في المونتاج ولا في التحميل ولا في اي حاجه. هبرر دلوقتي ثانيه واحده. خليني اقول ان كاب كات من اروش البرامج اللي انا حرفيا اتعاملت معاها في حياتي. الترانزيشن اللي هي انتقال من فيديو لفيديو، كنت بتعب جدا في بريمير، يا اما كنت بضطر اعملها يدوي، يا اما كنت بضطر اروح موقع تاني اسمه ميكس كيت وانزل ترانزيشن من هناك جاهزه على حسب الفيديو، على حسب انا عايزه استخدمها في ايه. او الطريقه الاصعب والاصعب اني كنت اروح افتر افكت واعمل ترانزيشن اصلا بنفسي. وحتى لما اكتشفت بريمير كومبوزر اللي هي فيها شويه حاجات وترانزيشن جاهزه وساوندز افكتس وكده، ما كانتش كفايه. وبغض النظر عن كل المشاكل دي، فالدنيا بتكون تمام طول ما انا بمنتج بالعرض. مجرد ما افكر ان انا همنتج ريل او شورتس كل حاجه بتبوظ. اما في كاب كات فكل اللي عليك حرفيا انك هتدوس هنا
وترانزيشن قدامك بالمئات. ومش بس كده، انت ممكن تعدل عليها في السبيد او في الاوباسيتي او حتى في الكولرنج لو كان الافكت ده في لون معين او حاجه. روقان. الساوند افكت كنت بتعب جدا عشان انزلهم على بريمير، كنت بضطر اجيب ساوند افكت من على اليوتيوب وما تكونش فيها كوبي رايت وانزلهم MP3 واخدهم على بريمير علشان يدوبك كام ثانيه. اللي هي برضو ليها زرار هنا على كاب كات بتدوس عليه بتلاقي ساوند افكت كويسه جدا جدا وما فيهاش كوبي رايت ومليانه حبه حلوين. ده غير ان في افكتس جاهزه للفيديو او حتى للبودي اللي موجود في الفيديو، غير الستيكرز، حاجات زي اللي بتظهر حواليا دي. وحقيقي اللي هي عشان نعملها على بريمير او افتر افكت الموضوع بياخد كميه وقت. او حتى زي علامه السبسكرايب اللي بتظهر في اخر الفيديو دي موجوده على كاب كات. بالمناسبه ممكن تنزلوا تعملوا سبسكرايب بسرعه لو انتم مش عاملين، بمناسبه يعني ان احنا اتكلمنا عن السبسكرايب. 50% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش عاملين سبسكرايب، يعني سبسكرايب ونكمل باقي الفيديو. فملخص الكلام ان زي ما بريمير هو فعلا برنامج كويس جدا وفعلا مريح جدا في الاستخدام، وانا فعلا احيانا بحب امنتج عليه لمجرد ان هو بيريحني، فكاب كات برضو برنامج لا يستقل به في الوقت الحالي. واللي هيسالني عن دافنشي عشان ناس كتير قوي الفتره الاخيره بتتكلم عنه وعن قد ايه هو الالوان بتاعته رائعه في الايديتنج، بس الحقيقه انا تجربتي معاه كانت سيئه، بجد سيئه. مشكلتي الاساسيه معاه ان انا حقيقي معرفتش حتى امنتج حاجه واقعد اتعامل معاه، لان هو الواجهه بتاعته ثابته. يعني انا لو حبيت امنتج فيديو بالطول بيحشرهولي كده في النص فوق، ما بعرفش اعمل عليه اي حاجه، ما بشوفش الفيديو اصلا علشان اعرف امنتجه واطلع عليه كولرنج كويسه، فمسحته عشان اتخنقت. ودلوقتي هنروح لاخر سؤال، ايه هي الطريقه اللي انا بستخدمها في المونتاج؟ في نوعين من المونتاج بالنسبه لي، مونتاج فيديو طويل لليوتيوب زي اللي انتوا بتشوفوه دوت بالعرض، ورقم 2 هو مونتاج الشورتس او الريلز او الفيديوهات القصيره اللي هي دقيقه. فيديوز اليوتيوب دي اول حاجه بتتصور وبعد كده بنقلها على اللاب وبتمر بمرحلتين. اول حاجه هي الكاتنج او زي ما انا بسميها بطلع الفيديو كسورس، باخد كل الفيديوز والشوتس المتصوره واحطهم كلهم على بريمير وابدا اشيل الحاجات الزياده، الحاجات المتكرره، الحاجات اللي مش هينفع اصلا احطها في الفيديو، الحاجات اللي حسيتها مش احسن حاجه، واطلع بالفيديو كامل. يعني ايه الفيديو كامل؟ يعني المده اللي انتوا بتشوفوها للفيديو على اليوتيوب، يعني لو هو 9 دقايق هيطلع من بريمير 9 دقايق بس، هيطلع فيديو عباره عن فيديوهات محطوطه ورا بعض، ممل، مش ان حد اصلا هيفكر يتفرج عليه او انا مش هحب اتفرج عليه، يعني مع احترامي الشديد ليا بس خلينا نكون صادقين مع بعض. وهنا بينتهي دور بريمير في مرحله الكاتنج، لان زي ما قلت قبل كده هو الاريح في المعامله في الجزئيه دي. تاني مرحله بقى واللي انا بسميها مرحله الماجيك، باخد الفيديو اللي طلع من بريمير واحطه على كاب كات وببدا بقى اضيف كل الحاجات اللي انا عايزه اضيفها، ترانزيشن، ساوند افكت، شويه افكتس حتى للكولرنج والحاجات ديت، ستيكرز برضو كده بتظهر علشان تخلي الفيديو شكله انتوا فاهمين، وهكذا بيطلع في الاخر فيديو روش جدا. وعمليه مونتاج فيديو لليوتيوب كلها على بعضها كده ممكن نقول بتاخد يومين، بس اكيد مش اليومين كلهم مطبق قدام اللابتوب، يعني ممكن نقول توتال الشغل على الفيديو 10 ساعات. تاني حاجه وهي مونتاج الريلز، في الاول كنت حرفيا بمشي على نفس الخطوات، بس لان الانسان بيتطور ولان كل حاجه في حياتنا بتتغير واحنا شخصيا بننضج، فانا في مرحله ان انا بحاول استغنى عن كل الحاجات اللي ملهاش لازمه بتستهلك وقت على الفاضي، وبقيت ماشي بمبدا just make it as simple as you can. ففكرت شويه مع نفسي ولقيت ان فيديوز الشورتس او الريل بتكون حرفيا دقيقه ومحتاج منها كميات كبيره، لاني بنزل فيديو تقريبا كل يومين، بعض الاوقات بيبقى كل يوم، عمليه مرهقه، فبقيت بمنتج على الموبايل. بالظبط، فيديوز الشورتس كلها بدايه من كم ان الانسان اختار انه يتهان لحد اخر فيديو نازل امبارح كلهم متمنتجين على الموبايل، من اول التصوير لحد الابلود كل ده كان بيتعمل على الموبايل. والمونتاج برضو كنت بعمله على برنامج كات كات لانه اصلا كده كده بينزل على الموبايلات، وكان تقريبا الفيديو الواحد ممكن ياخد ساعتين مونتاج. ودلوقتي السؤال الاكثر سؤالا، اسم البرنامج اللي بستخدمه علشان اعمل الكابشنز على الفيديوهات من تحت بتاعه الريلز، الحقيقه هو ابلكيشن كابشنز. بديهيات اقسم بالله، برنامج تحفه رائع شديد التحفنه، وده مش اعلان، حاولت والله اقول لهم ان انا اعمل لكم اعلان وكده بس يعني هو برنامج بيعتمد على الذكاء الاصطناعي، بترمي عليه الفيديو بتستنى كده دقيقه او يمكن اقل تقعد تراجع فيهم حياتك، تفكر تاني في قراراتك، تفكر تعمل شيفت كارير اصلا. سوري دخلتكم في حاجات
المفروض ما اقولهاش بس يعني. وبعد ما بيخلص بيدخل في مرحله الماجيك، وحقيقي هو سحر فعلا، ويطلع لك سكريبت الفيديو كله مكتوب قدامك، تقدر تعمل عليه اديتنج لو في غلطات املائيه، او تقدر تغير شكل الفونت ولونه والوقت اللي بيظهر فيه، يعني شويه حاجات كده يعني تحفه. بس لان مفيش حاجه في الدنيا مثاليه للاخر، فهو عنده مشكلتين. اول مشكله انه بينزل على ايفون بس، مفيش نسخه للاندرويد لحد دلوقتي. مين عارف في المستقبل هيحصل ايه؟ بين قوسين عنصريه. تاني مشكله انه مش مجاني، باشتراك شهري تقريبا 180 جنيه. بين قوسين تاني عنصريه، بس الحقيقه هو موفر عليا كميه وقت ومجهود فعلا جباره، ولحد النهارده ما لقيتش ليه بديل يديني نفس الافكت او التاثير او الفيتشرز اللي موجوده في الابلكيشن ده. وخليني اقول اني ودورت كتير كمان، بس يعني للاسف. وبس كده، دي كل حاجه بالنسبه للمونتاج. دلوقتي معاك البرامج، ومعاك زتونه التجارب اللي توفر عليك وقت كتير جدا من التجارب. كل اللي عليك تعمله دلوقتي تروح تفتح اليوتيوب وتسيرش على اسم البرنامج اللي انت عايز تتعلمه، سواء كان ادوبي او سواء كان كاب كات او حتى اي برنامج ثالث في الدنيا، وتشوف فيديو او اتنين على حسب ايه بالنسبه لك كان اسهل في طريقه الشرح او الطف في طريقه العرض. من الاخر ما تستنوش اسم معين او كورس معين او حد جامد شارح برنامج معين. انا مش بعتمد ناس معينه في اي حاجه حرفيا بتعلمها. كل اللي بعمله بدخل بكل بساطه اسيرش عن الحاجه دي، واللي بحسه كويس بتفرج عليه. بسيطه. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وزر الجرس، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيديو ده، لان ده هيحدد هل السلسله دي هتكمل ولا لا. لان الصراحه كان الخطه الجايه فيديو عن التفصيل والخياطه والفساتين اللي بعملها وكل الكلام ده. لو الموضوع عجبكم فعلا حابين ان هي تكمل، فممكن تكتبوا لي تحت ايه ممكن بعد فيديو الخياطه نتكلم عنه ونحطه في الخطه. ودي كل حاجه كنت عايزه اقولها، وبس كده. سلام. تن تارارارا رارارارا تن تارارارا رارارارا تن. بعمل فيديو عن المونتاج هيخليني حرفيا اتهان في المونتاج. تحفه.